السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وفقا لمصدر مسؤول بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن اللاعب إبراهيم دياز أعطى إشارات إيجابية إلى إمكانية ارتداء قميص منتخب أسود الأطلس مستقبلا، طالما أنه تجنب هذه المرة الإعلان بشكل رسمي عن تفضيله منتخب الماتادور الإسباني كما كان يفعل في ظهوره الإعلامي السابق. كشف مصدر للعربي الجديد عن أن نجم ميلان ربما تفاعل بشكل إيجابي مع إصرار وليد الركراكي على عدم التحدث في هذا الموضوع بالذات إلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، سعيا منهما للحفاظ على سرية المفاوضات بين الجانبين. شكرا على حسن المتابعة.